هلا هلا يا حلوين. تعالوا النهارده نعمل بقى اكله كده، يعني هيلثي جدا. آه خضار وفراخ بطريقه سهله جدا جدا جدا. حضروا لي بس الجريلا الحلوه كده. لو ما عندكوش جريل مش مشكله جدا، ممكن نصدمها صدمه في الصينيه ونكمل عادي خالص. الفرق بس اللي هيكون في الجريل هنا انه هيعمل لنا الخطوط اللي هي بتبقى في الفراخ دي، وان احنا مش هنحط كده اي ماده دهنيه خالص. انا متبله الفراخ دي بتاعتي من قبلها ببصل وملح وفلفل وبابريكا مدخنه وشويه خل صغيرين. ممكن تحطوا ليمون، بس انا لظروف صحيه مش هحط ليمون. هنتبلها من بالليل او من قبلها بساعتين، وهنبتدي نديها صدمه حلوه كده في الجريل بتاعنا. ما عندكوش جريل زي ما قلنا ممكن صينيه عادي. انا بس بفضي البصل منها خالص عشان البصل ما يتحرقش ويعمل يعني ريحه او حاجه. هجيب بقى صينيه بتاعتي هحضر فيها الخضار بتاعي اللي انا هعمله في صينيه الخضار اللطيفه دي. قشرت بطاطس وقطعته، طبعا الكميات اللي انتوا عايزينها. انا كده يعتبر يعني اقل كميات. حطيت البطاطس بتاعتي، اي تقطيعه هتقطعيها عادي. احنا هنخلي كله ياخد سوا بعضه مع بعض، يعني انا مش هسوي الفراخ الاول في الصينيه وبعد كده احط الخضار، لا انا يا دوبك اديتها صدمه على الجريل. بعد كده هحط الخضار مع البصلة بقى اللي هي كانت متبلة بيها الفراخ، اللي هي واخدة كل طعم التوابل. قطعت هنا الطماطم بعد ما قشرتها والبطاطس، وعندي كمان بسلة. اي خضار بقى عندكم تحطوه. كان نفسي يكون عندي كوسة بس للأسف ما كانش موجود. حطيت بقى بسلة، والبسلة اللي عندي دي فروزن، هي جفرت بسلة بالجزر. طبعا هاخد حبة، مش هاخد الكيس ده كله، يعني خدت نصه. بتشطفيها الاول تحت الحنفيه عشان لو في اي مواد حافظه او حاجه فيها او مش نظيفه او كده. شطفتها شطفه حلوه، وهجيب بقى البصل اللي انا كنت متبله بيه زي ما قلت لكم، وهقلب بقى كل الحاجات الحلوه دي مع بعض. بعد بقى ما اقلب الخضار مع التتبيله، مع قصدي الخضار، هحط بقى عليهم الفراخ وهحطهم على البوتاجاز. بس كده. عايزين تغطوها بفويل ورق زبده وبعد كده فويل وتدخلوها الفرن، ماشي. انا بحب اشوف الحاجه وهي بتستوي كده قدام عيني، عشان ولا تلسع ولا تلزق ولا تتحرق ولا كده. فهسويها شويه على البوتاجاز من فوق، وبعد كده هدخلها تحت الشوايه تاخد صدمه. شفتوا بقى اسهل من كده؟ كله في صينيه واحده. عايزين ما تستخدموش الجريل عادي جدا، ممكن نصدم الفراخ في الصينيه الحلوه دي ونحط الخضار والحاجه معاها بعدها وخلاص كده. نبتدي نزود بقى ميه دافيه بميه دافيه لحد ما تستوي. اهو حطيت الفراخ بعد ما خدت الصدمه على الجريل على الخضار، وهحط كل الكلام الجميل ده على النار. اول ما ياخد غلوه معايا او غلوتين كده ههدي النار شويه. عندكم حبايتين مستكه هنحطهم، حبايتين حبهان هنحطهم، ورق لورا ما يقولش لا، كانك بتعملي برضو شوربه. عايزين تزودوا صلصه شويه ماشي، انا عملتها كده لونها فاتح، ويعني كانت الحمد لله لطيفة وهتعجبكم لو معدتكم بتتعب من الطماطم او الحاجات المتسبكة او كده. ده يعتبر اكل ني في ني. حلو الكلام. هنسيبها لحد بقى ما تستوي. انا هنا بقول لكم هحط مستكة اهو، ولو في حبهان بودر او صحيح عادي، بس خلوا بالكم لو الحبهان هتحطوه صحيح بنحطه في خلة، بندخل الخلة فيه كده عشان ما يعني تعرفوا تشيلوه بعد ما الاكل يستوي، ما يجيش في بق حد يفتكروا ان هو مثلا بسلايه ولا حاجه. وبس كده. شفتوا قد ايه الاكله سهله وبسيطه؟ لو عجبتكم الاكله والفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، واتمنى تشتركوا في قناتي وتدعموني، وبالهنا والشفا. ده بقى شكل الصينيه اهو بعد ما خدت لها غلوه حلوه، وشويه بقى وهدخلها تحت الشوايه وهنشوف شكلها جميل ازاي. ده شكل الصينيه الاخير خالص. طبعا شكلها يشهي جدا. جربوا الوصفه دي وباذن الله انا واثقه ان هي هتعجبكم، من كتر ما هتكون خفيفه